وحديث الساعة الأسبوع اللي فات الذهب. الذهب في مصر طبعًا حكايته حكاية، يمكن اتفاجئنا الأسبوع اللي فات الذهب عند أعلى سعر. يمكن لو شُفنا كده الدهب وصل لمستويات كام؟ $2032 سعر الأونصة، سعر الأونصة حوالي 31 جرام و10 عيار 24 ارتفعت وصلت كام؟ $2032 أقل سعر الأسبوع اللي فات كام؟ 1949 تخيل السعر دلوقتي كام؟ 2007 $2007 النهارده يمكن في البرنامج بتاعنا الفوركس ماني بشير بقى هنشوف بقى إيه طب إيه السعر حقيقي في مصر؟ هل تعلم إن في حوالي فرق 500 جنيه تقريبا في سعر الجرام عيار 24 في مصر؟ يعني في مصر أغلى؟ في مصر أغلى حوالي 500 جنيه عن البورصة العالمية، تمام، ده الفرق. ده كان تساؤل الناس بقى هو ليه الفرق دوت؟ الفرق ده احنا كنا قلنا قبل كده إن في ناس بتسعر سعر الدولار، طب أحسبها إزاي؟ بحاول كل مرة أحسبها لكم، السعر الحالي كام؟ السعر الحالي دلوقتي $2007 اقسم الرقم ده على 31.10 الأونصة الدهب هيديك حوالي $64 وكسر، اضرب الرقم ده في سعر البنك هيديك حوالي هتلاقي الفرق بين سعر البنك والسعر الحالي يمكن دلوقتي يمكن في السوق عامة لو جيت سعرته عدى ال 2400 وكسر 85 تقريبا في حوالي 500 جنيه ده بالنسبة للساحي في مصر. طب توقعاتنا ايه بقى فين الأسبوع الجاي؟ الدهب زي ما احنا شفنا الدهب كام دلوقتي عند 2007 كان الأسبوع اللي فات وصل 32 ونزل ل 1949. طيب 2007 لازم نحفظ الرقم ده، لو الدهب بدأ ينزل تاني تحت ال 2000 هنشهد انخفاض الدهب تاني، يبقى الدهب لو نزل تحت ال 2000 ممكن الدهب ينزل ممكن يوصل مستويات 1990 و 1980 ولكن كلمة السر هنا في الدهب لو شفنا مزيد من انخفاض الدهب $1980 طول ما الدهب فوق 1980 هو في مرحلة ارتفاع. طيب ارتفاع القوي للدهب كام؟ 2030 يمكن 2032 طلع لها ورجع تاني من عندها. في رقم تاريخي للدهب اللي هو كام؟ 2074 أو 2070 كل الناس كانت متوقعة الأسبوع ده قال لك ده الدهب خلاص بقى هيشهد المستويات دي إن في رقمين للدهب 2070 و 2075 راحوا مرتين من سنة وقبل كده أيام مرتين كل الناس متوقعة يكسر لا لكن الدهب لحد الآن بدأ ينزل يبقى أقوى رقم صعود الذهب نحفظ الرقم ده 2030 لو شفنا الذهب صعد في 2030 يبقى في مزيد من ارتفاع الذهب ممكن يوصل مستويات 2040 و2050 ولكن انخفاض الذهب لازم ينزل تحت مستويات 1980 ده بالنسبة لتحليل الذهب. طبعا النقطة بين 2000 و2030 ما ينفعش اخد قرار بيع وشراء الذهب ليه؟ السوق بيكون عرضي في المنطقة دي. طيب عايزين نلقي نظرة سريعة عن الفضة يبقى الذهب أعلى سعر من سنة. طب والفضة تقريبا نفس القصة. لو شفنا هنا الفضة المؤشر بتاعنا الفضة يمكن وصل لمستويات هنا 25 و26 كمان بدأ ينزل تاني ل 17 يعني في شهر 9 اللي فات يمكن زي ما أنا كاتب هنا في شهر 1/9 اللي فات وصل ل 17 يعني السنة اللي فاتت 26 نزل ل 17 دلوقتي عند كام؟ دلوقتي برضو الفضة متحسن يمكن الفضة وصل لمستويات كام أهو $25 يمكن أنا شايف يمكن بدأ الذهب والفضة مرتفعين بشكل كبير جدا ده بالنسبة خدنا يعني سريع كده خطوة سريعة عن الفضة وشفناه بدأ يتحسن يبقى الفضة والذهب الاثنين كانوا مرتفعين لمدة سنة تقريبا يعني ده بالنسبة لتحليل الذهب وخدنا نظرة عن الفضة. هنيجي بقى للفقرة اللي وراها الفقرة اللي وراها لازم أدخلها كل فترة ولازم